لو أنت جديد في أمريكا، أهلا بيك يا بطل. في شوية حاجات بسيطة ممكن تكون في بلدك عادية، لكن هنا لو عملتها هتحط نفسك في دوشة. خليك معايا دقيقة، دي نصايح مهمة علشان عايزك تمشي صح. 1. السواقة مش هزار، لازم تقف عند علامة ستوب وقفة كاملة، مش تبص على الطريق وتعدي. لو باص المدرسة واقف وإشارة التوقف مفتوحة، توقف من الاتجاهين. ممنوع تمسك الموبايل وانت سايق. حضر رخصتك وخلي اللي وراك وجنبك يربطوا الأحزمة وانت سايق. ليه؟ غرامة ونقاط على الرخصة، والتأمين هيزيد عليك. نصيحة: استخدم جوجل مابس واقرأ قوانين ولايتك. 2. التصوير والتسجيل، اسأل قبل ما تصور، مش كل مكان ينفع تصور فيه الناس أو الأطفال. بعض الولايات كمان بتطلب موافقة الطرفين لو هتسجل صوت، ولو نشرت صورة لحد من غير إذنه ممكن تواجه مشكلة خصوصية. نصيحة: لو مش متأكد اسأل ببساطة، ممكن أصور، وامسح لو حد طلب. 3. النكتة اللي تبان خطيرة، كارثة في المطارات. إياك تمزح عن قنابل أو أسلحة أو أي حاجة أمنية، حتى لو هزار، في مطار أو مبنى حكومي. أي كلمة غريبة ممكن تخليكي في تحقيق وتأخير وغرامة. نصيحة: مع رجال الأمن خلي كلامك قصير ولبق، وما تعملش مشاهد درامية. 4. المساحة الشخصية والاحترام، ما تلمسش حد من غير إذن، وما تعلقش على شكل حد أو لونه أو دينه على سبيل الهزار. التحرش اللفظي أو المعاكسة هنا ليها تبعات قانونية. نصيحة بسيطة: ابتسامة وكلمة طيبة تكفي، واللمس لا. 5. الفواتير والضرائب والمخالفات، افتح بريدك وما تأجلش. لو جالك إنذار أو غرامة ركن أو خطاب رسمي، ما تقولش أدفع بكرة وتسيبه. التأخير بيكبر الغرامة وممكن يوصل اسمك لشركات التحصيل. نصيحة: نظم أوراقك، ادفع في ميعادك، ولو محتاج مساعدة روح لمركز خدمات أو استشر محاسب بسيط. الخلاصة: امشي على القوانين، احترم الناس، واستعمل شوية وعي، هتلاقي كل حاجة أسهل. هنا كل شيء ماشي بالقواعد، والالتزام بيوفر عليك وقت وفلوس ومشاكل. إخلاء المسؤولية القانونية، المعلومات دي للتوضيح العام فقط ومش نصيحة قانونية. القوانين ممكن تختلف من ولاية للتانية. لو عندك حالة خاصة استشر محامي مرخص أو الجهة الرسمية في ولايتك. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الجديد. قولي لنا في الكومنتات انت بتتفرج علينا منين، ولو في أمريكا في أنهي ولاية، ومن ال5 حاجات دي أي واحدة كانت مفاجأة ليك، كنت تعرفها ولا لأ؟